السوق القديم. منطقة السوق القديم هي أول منطقة في شرم الشيخ. بعديها بتبقى منطقة الهضبة. أوكي، إحنا النهاردة هنزور منطقة السوق القديم ومنطقة نعمة باي. أول منطقة منطقة السوق القديم هي منطقة حضارية شوية، فيها أشهر معلم إسلامي في شرم الشيخ هو مسجد الصحابة. مسجد الصحابة بيبقى مفتوح من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 10 مساء للزيارات. يعني إحنا نقدر نخش المسجد ونصور ونشوف، وأوقات الصلاة نقدر نصلي. موجود في مسجد الصحابة، موجود في السوق القديم كمان الشلالات الصناعية اللي موجودة هنا، دي عمرها 13 سنة، معمولة صنع يدوي كامل. موجود جوه شلالين، وطبعا موجود تماثيل كتير لأشهر المحاربين العرب، وطبعا العلماء الإسلاميين كمان. السوق القديم فيه كله هو عبارة عن محلات للشوبينج، ومختصر عليه مسجد الصحابة والشلالات. احنا هننزل هنتجه على طول على المسجد الأول، هناخد الجولة بتاعتنا هناك وهنزور المسجد من جوه، وبعد كده هنخرج نتمشى وسط المحلات شوية، وبعد كده نروح لمنطقة الشلالات. تمام؟ الجولة بتاعتنا في السوق القديم هتبقى مدتها ساعة ونص. تمام؟ حبينا نرجع قبل كده بنرجع قبل كده، لكن هي مدتنا الكاملة هتبقى ساعة ونص هنا. تمام؟ كلنا هنمشي جنب بعض، محدش هيمشي بعيد عن التاني. تمام؟ انا هبقى معاكم، حد احتاج حاجة بيبلغني انا الأول. تمام؟ اوكي. وهتنزلوا هتمشوا ورايا ان شاء الله. بالنسبة للأطفال، أي حد يبقى معاه طفل يبقى ماسكه في إيده، أوكي؟ لأن المنطقة جوه زحمة أوي. تمام؟ إحنا وصلنا. اسمها كناني يا كناني